النهاردة هنتكلم عن 100 حاجة تقدري تعمليهم في آخر شهرين في السنة. حاجات بسيطة لكن تأثيرها قوي. الفكرة مش إنك تعملي 100 حاجة، الفكرة إنك تلاقي اللي يناسبك منهم وتبدأي بخطوة صغيرة بس حقيقية. وعلشان أسهلها عليكي قسمت الحلقة ل5 أقسام، وهنشوف التقسيمة دي مع بعض خلال الفيديو. خلي الحلقة دي دليل ليكي، كل لما تحسي إنك تايهة ارجعي لها، كل لما تفقدي الحماس اختاري فكرة منها وابدأي من جديد. تركيز هنا على صحتك، طاقتك، وجمالك الداخلي والخارجي. في البداية هقولك ادري واصحي بدري. ابدأي أول خطوة بتنظيم يومك. ابدأي أول خطوة بتنظيم نومك، لأن الطاقة اللي بتبدأي بيها يومك بتحدد كل حاجة بعد كده. خلي نومك أولوية مش رفاهية. اشربي مية كفاية، اعملي لنفسك تحدي المية اليومي، كوباية كل ساعة. جسمك محتاج ترطيب علشان يشتغل صح. أكلي جسمك بوعي، مش لازم دايت قاسي، بس خدي بالك من اللي بيدخل جسمك. كلي ألوان، خضار، فاكهة، بروتين. ومارسي رياضة، مارسي رياضة حتى لو بسيطة، مش لازم جيم. 10 دقايق مشي كل يوم كفاية، شوية تمارين خفيفة في البيت، المهم تتحركي كل يوم. قللي السكر الأبيض، السكر بيأثر على مزاجك وبشرتك وطاقتك. جربي أسبوع من غيره وشوفي الفرق بنفسك. دلعي نفسك بعناية بسيطة، اعملي ماسك، خدي شاور طويل، رطبي جسمك. العناية بالنفس مش رفاهية، دي حب ذات. اهتمي ببشرتك يوميا، روتين بسيط الصبح وبالليل، غسول، تونر، مرطب. لما تهتمي بنفسك بتحسي بثقة مختلفة. حافظي على وضعية جسمك، ارفعي راسك، ظهرك مستقيم، كأنك واثقة في نفسك حتى لو لسه بتحاولي توصلي لكده. نظمي أكلك ومواعيده، أكلك المتأخر أو العشوائي بيأثر على نومك وطاقتك. خلي آخر أكلة قبل النوم بساعتين. خدي فترات راحة خلال اليوم، ما تستنيش تنهاري عشان تريحي. كل ساعتين وقفي، خدي نفس وارجعي بهدوء. نزي روحك، علقي قلبك بربك، وطهري داخلك، وطهري كل حاجة تقيلة جواكي. صلي في وقتك، دي أكتر لحظة بتربطك بربنا وبتطمنك. خديها كموعد مقدس بينك وبينه. اقري صفحة قرآن كل يوم، مش بالكم، بالكيف، حتى لو آية واحدة. خدي وقتك تفهميها وتحسيها. اكتبي دعائك كل يوم، خلي دفتر صغير تدوني فيه الدعوات، حتى اللي شايفاها مستحيلة شوفيها تتحقق واحدة واحدة. سامحي اللي أذاكي، مش عشانه لكن عشان قلبك يرتاح. الحمل اللي جواكي بيمنع طاقتك إنها تمشي بحرية. اتكلمي مع ربنا بصدق، مش لازم كلمات كبيرة، احكيله زي ما بتحكي لأقرب شخص ليكي. اطلبي منه يسهلك طريقك. خدي وقت للخلوة بنفسك، اقعدي نص ساعة لوحدك من غير موبايل. اكتبي أفكارك أو بس اسكتي واسمعي لنفسك. اكتبي كل يوم 3 نعم في حياتك. الامتنان بيغير منظورك للحياة. لما تركزي على اللي عندك ربنا بيزيدك. خدي خطوة تتخلصي من ذنب مأثر فيكي. لو في حاجة مضايقاكي بينك وبين ربنا، ارجعي وتوبي وابدأي صفحة جديدة. حاولي تروقي قلبك كل يوم، اسمعي قرآن، بودكاست، أو اكتبي مشاعرك، المهم تطلعي اللي جواكي. حبي نفسك بصدق، اقبلي عيوبك وافتكري انك مش أقل من حد. اللي جاي ممكن يبقى أجمل لو بدأتي تصدقي انك تستاهلي. طوري عقلك ونفسك. في آخر شهرين خلي دماغك تشتغل لحلمك مش ضدك. اقري كل يوم صفحة، مش مهم الكمية، المهم الاستمرارية. صفحة واحدة يوميا تقدر تغيرك على المدى الطويل. اختاري كورس واحد تطوري نفسك فيه، مش لازم كل حاجة مرة واحدة. اختاري مجال واحد خدي فيه خطوة حقيقية. اكتبي خطة بسيطة للشهرين الجايين. حددي 3 أهداف واضحة، صغيرة، محددة، وقابلة للتنفيذ. تابعي محتوى يفيدك مش يضيع وقتك. فلتري السوشيال ميديا بتاعتك، شيلي اللي بيأذي طاقتك وخلي اللي بيعليها. اتعلمي عادة جديدة تكون مفيدة ليكي.
زي الكتابة اليومية، التأمل، أو حتى ترتيب سريرك كل يوم. العادات الصغيرة بتعمل فرق كبير. اتعلمي حاجة عملية زي برنامج جديد، مهارة على الكمبيوتر، أو حتى حاجة في المطبخ. التطور مش دايما أكاديمي. اكتبي لستة نجاحاتك، إنجازاتك، مش لازم تكون كبيرة. اكتبي كل حاجة أنجزتيها حتى الصغيرة، ده بيبني ثقتك في نفسك. خدي يوم تفكير شهري، وقعدي مع نفسك واسأليها أنا فين وإيه اللي محتاج أعدله. الصراحة مع الذات بداية النضج. قللي الكلام السلبي عن نفسك. كفاية جمل زي أنا فاشلة أو مش عارفة، بدريها بلسه بتعلم أو هعمل اللي أقدر عليه. اتعلمي تقولي لأ، مش كل حاجة تستاهل وقتك أو طاقتك. لأ مش أسوأ، دي حماية. استخدمي وقت المواصلات أو الانتظار بذكاء. اسمعي بودكاست أو مقطع مفيد، أو حتى اقري حاجة خفيفة. ابدأي تحدي الكتابة اليومية. اكتبي 10 دقايق كل يوم عن يومك أو مشاعرك. الكتابة بتنظف دماغك من الزحمة. خططي الأهداف السنة الجديدة من دلوقتي. لما تبدأي التحضير بدري تدخلي السنة جاهزة ومتحفزة. تابعي شخص ملهم واحد، مش لازم ما تتابعي 1000 مصدر تحفيز. اختاري واحد يلهمك بعمق. حاولي تكتبي ملخص لأي حاجة بتتعلميها. المعلومة اللي بتتكتب بتثبت أكتر، فخلي ده عادة. دربي نفسك على الصبر. كل حاجة محتاجة وقت، النتائج، النضج، وحتى التغيير. اصبري بس ما توقفيش. اقرأي في مجالات مختلفة، مش دايما نفس النوع. مرة علم نفس، مرة تطوير ذات، مرة دين. التنوع بيغذي العقل. خططي أسبوعك قبل ما يبدأ. كل يوم جمعة أو سبت خدي نص ساعة ترتبي أسبوعك. التنظيم بيخلي الحياة أسهل بكتير. اكتبي كل فكرة بتيجي في بالك. أفكارك تستاهل إن هي تتكتب حتى لو شكلها بسيط، يمكن تبقى مشروع يوم من الأيام. حاولي تتعلمي التفكير الهادي قبل أي تصرف أو قرار. خدي نفس واسألي نفسك هو ده فعلا اللي أنا عايزاه؟ بري دايرة معارفك الإيجابية. دوري على الناس اللي بتدي طاقة حلوة وبتشجعك وبتخليكي تبقي أفضل، مش العكس. قللي التواصل مع اللي بيستفزك. مش لازم تقطعي، بس خدي مسافة. اللي بيتعبك نفسيا مش مفروض تفضلي عنده. اتصلي بشخص وحشك من زمان. رسالة صغيرة أو مكالمة ممكن تفرق معاه جدا ومعاكي كمان. عبري عن حبك بوضوح. قولي للناس اللي انتي بتحبيهم انك بتحبيهم. ما تستنيش المناسبات عشان تعبري. اسمعي أكتر ما تتكلمي. أوقات كتير الناس مش محتاجة نصيحة، محتاجة بس حد يسمعها بانتباه. اتعلمي تحتوي بدل ما تحكمي. كل حد عنده وجعه، فخلي قلبك واسع وودانك مفتوحة. كوني الشخص اللي بيطمن مش اللي بيقلق. خلي وجودك راحة مش ضغط، حضورك دعم مش مقارنة. اتعلمي تقبلي الاختلاف. مش لازم كل الناس تبقى شبهك. التقبل راحة وذكاء نفسي. ردي على الرسائل اللي انت مأجلاها. خدي يوم تنظفي فيه الشتات اللي عندك. الردود المتأخرة ساعات بتفقد المعنى، فخليها عادة تخلصي منها. شاركي غيرك حاجة مفيدة، بوست، كلمة، أو حتى لينك كورس. الخير لما يتشارك بيضاعف طاقته. قولي شكرا من قلبك. التقدير بيقوي العلاقات. كلمة بسيطة بس معناها كبير جدا. ساعدي غيرك من غير ما تستني مقابل. اعملي المعروف لوجه الله، وهتشوفي ازاي بيرجعلك بطرق غير متوقعة. ابعتي رسالة لنفسك القديمة، سامحيها وافتكري انها عملت اللي قدرت عليه وقتها. دي خطوة بتفتح قلبك لنسخة جديدة منك. خدي خطوة ان انتي تنهي علاقة سامة من حياتك. مش كل الناس تستحق تكملي معاها. اختاري سلامك النفسي قبل اي حاجة. عاملي اهلك بحنية اكتر حتى لو في اختلاف. الكلمة الحلوة بتلين القلوب. خلي بيتك مصدر دفء. خدي وقتك مع اختك او صاحبتك المقربة. يوم خفيف سوا، قهوة، كلام، ضحك. العلاقات دي وقودك النفسي.
اتعلمي تقولي أنا أسفة لما تغلطي. الاعتذار مش ضعف، بالعكس شجاعة ووعي. خدي وقتك قبل ما تردي، ما تنفعليش بسرعة. ساعات الصمت بيحمي علاقات من الانهيار. امدحي الناس من قلبك، المدح اللي من جواكي بيزرع طاقة حلوة جدا حواليكي وبيخليكي شخص محبوب. احكي عن اللي بيحصل معاكي لشخص انتي واثقة فيه. الكتابة بتفك الضغوط، بس كمان الكلام بيريح. اختاري اللي يسمعك بوعي، مش بس رد فعل. نظمي اوضتك بالكامل، ابدأي بدولابك، بعدين المكتب، بعدين السرير. المكان النظيف بيخلي دماغك مترتبة اكتر. اتخلصي من الحاجات اللي مش بتستخدميها. كل حاجة ملهاش لازمة بتاخد مساحة وطاقة. اتبرعي، ادي او ارمي، بس سيبي حواليكي بس اللي بتحتاجيه فعلا. اختاري روتين صباحي بسيط، مثلا كوباية مية، دعاء، ترتيب السرير، دقايق هدوء. البداية المنظمة بتغير اليوم كله. اعملي روتين ليلي مريح. قبل النوم بنص ساعة سيبي الموبايل، اكتبي شكر بسيط، واعملي روتين عناية ببشرتك أو بشعرك. ضيفي لمسة حلوة في بيتك، شمعة، وردة، أو حتى ترتيب مختلف. التفاصيل الصغيرة بتفرق في طاقتك جدا. خططي لوجبات الأسبوع مقدما، ده هيوفر وقتك وتفكيرك وهيخلي أكلك صحي أكتر. علقي لوحة أهداف بسيطة، اكتبي عليها الحاجات اللي عايزة تعمليها في الشهرين دول، وخليها قدامك دايما علشان ما تنسيش أو تكسلي. خدي يوم تنظيف شامل كل أسبوع، مش بس للنظافة، كمان عشان تحسي إنك بتجددي طاقة المكان حواليكي. استخدمي دفتر لتنظيم مهامك اليومية، حتى لو حاجة بسيطة اكتبيها وشيليها لما تخلصي. الإحساس بالإنجاز رهيب. قللي العشوائية في يومك، خلي كل حاجة ليها وقت، حتى الراحة. النظام بيخلق حرية أكتر مما تتخيلي. زيني ركن صغير في البيت، يكون ركن هادي بالنسبة لك، مكان بسيط، كرسي مريح، شمعة، كتاب تهربيله وقت ما تحتاجي إنك ترتاحي. خدي يوم ديجيتال ديتوكس كل أسبوع، يعني في السوشيال ميديا اليوم واحد هتكتشفي إنك كنتي محتاجة الهدوء ده فعلا. اقعدي من غير تكنولوجيا، اقعدي من غير موبايل، من غير تلفزيون، من غير اي حاجة ديجيتال رقمية. علمي نفسك ترتيب سريع خلال اليوم، كل ما تخلصي حاجة رجعيها مكانها فورا، كده عمرك ما هتوصلي للفوضى الكبيرة. اختاري وقت محدد كل يوم عشان تردي على الرسائل، علشان السوشيال ميديا ما تسرقش وقتك كله من غير ما تحسي. اكتبي قائمة راحة، اكتبي فيها كل الحاجات اللي بتهديك، مشي، شاور، قرآن، شاي بالنعناع. استخدميها لما تحسي انك تعبانة. حضري هدومك من الليلة اللي قبلها، تفصيلة صغيرة بس بتوفر وقتك الصبح وبتخليكي تبدأي يومك بهدوء جدا. حطي موسيقى أو بودكاست وانتي بترتبي، وغالبا البودكاست بيكون أفيد وأريح. خلي الروتين ممتع بدل ما يكون ممل، هيبقى وقتك الإنتاجي ممتع فعلا. اتعلمي تقولي كفاية النهاردة، مش كل حاجة لازم تخلصيها في يوم واحد، الراحة كمان جزء من الإنجاز. اشتغلي على هدف صغير كل أسبوع، قسمي أحلامك الكبيرة لخطوات أسبوعية بسيطة. الإنجاز المتدرج هو الطريق الحقيقي للتغيير. افصلي بين الشغل والراحة. لو بتشتغلي من البيت حطي لنفسك مواعيد انتهاء في اليوم، ما ينفعش تفضلي دايما في وضع الشغل. ابتسمي كل يوم حتى لو مش في مزاجك، الابتسامة بتغير كمية جسمك وبتفتح طاقة حلوة حواليك. اكتبي جملة تحفيزية وعلقيها في مكان واضح، زي أنا بتغير للأحسن كل يوم. شوفيها كل يوم الصبح وافتكريها. امشي في الشمس 10 دقايق على الأقل. ضوء الشمس بيأثر على مزاجك ونومك وطاقتك بشكل مباشر. قللي الشكوى، كل مرة هتشتكي قولي بدلها هتصرف، هتتفاجئي قد ايه ده بيقويكي. مارسي التأمل أو التنفس الواعي، خدي 5 دقايق بس كل يوم، عينيكي مقفولة، اتنفسي ببطء وركزي على اللحظة الحالية. جربي حاجة جديدة لأول مرة، أكلة مختلفة، طريق جديد، فكرة جريئة. التغيير بيكسر الروتين وبيفتح باب جديد للحياة.
اكتبي في ورقة صغيرة واحتفظي بيها بشنطتك، علشان كل ما تتوهي ترجعي تبصي وتفتكري انك ماشية على الطريق الصح. سجلي صوتك وانت بتتكلمي عن حلمك، هتحسي قد ايه شغفك حقيقي لما تسمعي نفسك بعدين. خدي يوم راحة حقيقي من غير شغل ولا تفكير ولا ضغط، بس يوم هدوء ونفس عميق. جددي شكلك، مش لازم حاجة كبيرة، ممكن قصة شعر، لون لبس جديد، أو حتى ريحة مختلفة. التجديد بيحرك الطاقة. اكتبي رسالة لنفسك في آخر السنة، خليها رسالة شكر وتشجيع، بعدين اقرأيها السنة الجاية وشوفي قد ايه اتغيرتي. علمي نفسك تبدأي من غير ما تستني المثالية، مش لازم كل حاجة تبقى جاهزة. ابدأي حتى لو النص مش كامل. اقري قصة نجاح واحدة كل أسبوع عشان تفتكري النجاح مش صدفة، وإنك قادرة توصلي برضه. شاركي حلمك مع شخص بتثقي فيه، لما تتكلمي عنه بيتحول من فكرة في دماغك لخطة على أرض الواقع. قللي مقارنة نفسك بالناس، ركزي على نفسك وعلى طريقك، كل واحدة ليها توقيتها المختلف. احتفلي بالخطويرة حتى لو حاجة بسيطة زي إنك خلصتي مهمة أو يوم كويس. الاحتفال بيدي طاقة للاستمرار. خدي صور ليومياتك مش عشان السوشيال ميديا، لكن عشان تفتكري بعدين إنك كنتي بتحاولي بجد. لو وقعتي ارجعي تاني بسرعة. الرجوع السريع بعد الفشل هو سر كل اللي نجحوا. ادي نفسك الإذن إنك تبقي سعيدة ومبسوطة، مش لازم تستني ظروف مثالية. السعادة قرار صغير يومي. وأخيرا خدي نفس عميق وبصي للسنة دي بحب، حتى لو كانت صعبة هي علمتك حاجات كتير، والسنة الجاية إن شاء الله هتبقي أقوى وأهدى وأقرب لنفسك. فكري دايما إن التغيير مش محتاج بداية سنة جديدة، محتاج قرار. آخر شهرين ممكن يكونوا أحلى بداية مختلفة لحياتك، حياة تستحقيها.